إداري فريق بوادي يونايتد. الكوتش أحمد نادر. كيف كانت المباراة اليوم؟ أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نبارك للأمة الإسلامية والعربية شهر رمضان الكريم، عاد الله علينا وعليكم الخير واليوم والبركات. أول شيء المباراة يعني الحمد لله كانت استفتاحية البطولة بالنسبة لنا، ربنا ما وفقنا ضيعنا فرص، لكن إن شاء الله المرة الجاية بإذن الله نعوض إن شاء الله. طبعا هارد لك الهزيمة، كيف تشوف أداء فريقك مستقبلا إن شاء الله في البطولة؟ والله الحمد لله على كل حال، إن شاء الله المرة الجاية في أخطاء في التمارين إن شاء الله بكرة وبعده، وإن شاء الله بإذن الله المرة الجاية نعوض إن شاء الله. طيب فين تتمنى توصل إن شاء الله في البطولة؟ لا أكيد إحنا طموحنا كاس إن شاء الله بإذن الله. شكرا لك أستاذ أحمد نادر. يعطيك العافية، الله يسلمك. اللاعب بشير آدم، لاعب أكاديمية برشلونة. أول شيء أبارك لك الفوز بشير، وكيف شفت أداء فريقك اليوم؟ أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم. والله سمعنا كلام المدرب، لعبنا كورة وتوفقنا في الشوط الأول، جبنا هدف الحمد لله. طيب بشير، إيش تتمنى من فريقك في البطولة؟ إن شاء الله الكاس بإذن الله. اللاعب سمكة، لاعب أكاديمية برشلونة. أول شيء أبارك لك الفوز سمكة، وكيف شفت أداء فريقك اليوم؟ والله الحمد لله قدمنا اللي علينا، ونبارك لزملاء اللعيبه، وهارد لك بودي يونايتد، وان شاء الله قدم الاحسن للاحسن ان شاء الله. طيب سمكة، كيف كان أداء فريقك اليوم في البطولة؟ والله كان الاداء مره كويس، وان شاء الله نقدم الاحسن ونوصل لقدام ان شاء الله، ونطمح للكاس باذن الله. كلمة توجهها لمدرب فريق برشلونة؟ والله نحب نشكره ويعطيه الالف عافيه. أنا كوتش أكاديمية تفاؤل البساتين قدرة. كيف تشوف مباراة فريقك اليوم؟ وألف مبروك الفوز. في البداية بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. أبارك للشباب فريقنا اليوم الفوز، وأقول للجنة والمنظمين كل عام وأنتم بخير إن شاء الله، ونعاد عليكم الشهر بالصحة والعافية. الحمد لله اليوم الله عز وجل قدر وكتب لنا الفوز. فريقي معظم المباراة كان ماسكها بنسبة 80%، ضيعنا هجمات، لعبنا كورتنا، لكن في الأخير الحمد لله تعبنا ما راح على الفاضي، سجلنا الهدف ومسكنا زمام المباراة، والحمد لله رب العالمين. الله عز وجل خلانا نفوز في المباراة دي، والجاي إن شاء الله أفضل وأفضل بحول الله وقوته. إيش طموحاتكم في البطولة بعد ما حققتوا أول 3 نقاط؟ والله طموحنا زي أي طموح فريق بطل، نحن ما حنوقف على المباراة دي بإذن الله. طموحنا بحول الله وقوته إن شاء الله نجيب اللقب، زي كل فريق يطمح انه يلعب البطوله هذه. طموحه حيكون انه ما حيكون للادوار التمهيديه ولا الادوار اللي الختاميه، باذن الله نجهد ونتعب كلنا مع بعض، ونوصل للمباراه النهائيه، ونقدم كل ما هو ينال لرضا الجميع باذن الله تعالى. شكرا لك أستاذ. العفو لكم وبالتوفيق، والله يديكم العافيه. لاعب عمران حلواني، لاعب أكاديمية تفاؤل البساتين، صاحب هدف الفوز. عمران، كيف شعورك وانت حققت اول 3 نقاط لفريقك؟ والله الحمد لله، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله حققنا الفوز بعمل الفريق، طبعا الفرد ما يسوي شيء، وان شاء الله نطمح لافضل نتاهل للبطولة. طيب وش طموحاتكم في البطولة؟ طموحنا من يوم دخلنا ان شاء الله نحققها. طيب وش تتمنى من فريقك في البطولة؟ اتمنى لهم التوفيق، ان شاء الله يصير اللي ربنا كتب ونحقق البطولة زي ما طمحنا. شكرا لك يا أستاذ. عفوا.